لكريستيانو رونالدو ليدخل عالم الشهرة من باب لم يتوقع أن يفتح له. بقية الحكاية في سياق تقرير مراسلنا في تركيا ماجد درويش. أيهما رونالدو الحقيقي وأيهما الشبيه؟ سؤال قد تحتاج في الإجابة عنه لكثير من التأني والتدقيق. جوكمان أكدوغان أو رونالدو التركي صاحب 24 عاما نسخة طبق الأصل عن البرتغال كريستيانو رونالدو، وقد أدرك هو هذا الشبه قبل أكثر من 7 سنين. بدأت القصة عندما قال لي صديقي بأنني أشبه رونالدو، ومنذ ذلك الحين وأنا أتابعه وأعتبره رمزا لي وأقوم بتقليده. تقليد رونالدو والتشبه به أصبح همه الشاغل، وخصوصا تعابير الوجه والانفعالات وحركاته وتصرفاته داخل وخارج الملعب. أنا باستمرار أتابعه ولا أقوم بشيء إضافي، لأن ملامحي وضحكتي وتعبيرات وجهي تشبهه، وقد انعكس ذلك على شخصيتي. الالتقاء برونالدو كان طموح جوكمان، فشد رحاله من مدينته أضنا إلى اسطنبول حينما علم بقدوم ريال مدريد لملاقاة جالاتا سراي. لم أكن أملك أي نقود، فجمع لي أصدقائي مبلغا وأعطوني إياه، وذهبت إلى اسطنبول، وعندما رآني مارسيلو اندهش، وبدأت بتقليد حركات رونالدو فأعجب بما رأى وأخبر رونالدو بذلك. لم يخفي رونالدو استغرابه ودهشته عند مشاهدته لنظيره التركي، وقد كان لجوكمان ما أراد. لم يخفي اندهاشه وتعجبه، وكان ينظر إلي باستمرار وباستغراب، ثم ركب الحافلة وأشار إلي بيده يدعوني للقدوم إليه، ونزل من الحافلة وأخرج من حقيبته قميصا له فأعطاني إياه. الكل يجمع على أن الشبه كبير، وتقليده لحركات رونالدو زاد من هذا الشبه بينهما إلى حد كبير. الدنيا حظوظ، أن تشبه إنسانا مشهورا ربما ذلك يغير حياتك رأسا على عقب. رونالدو التركي أصبح بين عشية وضحاها نجما معروفا، يصطف الشباب لالتقاط الصور التذكارية معه بعدما استضافته وسائل الإعلام في تركيا والعالم. لقد غير ذلك مجرى حياتي بشكل إيجابي، وأصبحت معروفا لدى الناس ورمزا لمدينتي. حياة جوكمان قد تغيرت جذريا، حيث بدأت تنهال عليه عروض العمل، فأصبح وجها مطلوبا للترويج لبعض المنتجات وعمل الدعايات في التلفزيون. لقد قمت بعمل ترويجي تلفزيوني، وقد تعاقدت مع شركة لمشروبات الطاقة لأكون وجها دعائيا لها، وأيضا تلقيت عروضا من خارج تركيا وأقوم حاليا بتقييمها. ولم تقف شهرته عند حدود تركيا، فقد اختارته البرتغال ليكون ضيفا في جناحها بمعرضها في تركيا لتكون تجربة لا ينساها. في المعرض كان الإقبال كبيرا جدا، وقد لقيت اهتماما رائعا من الزوار، الكل كان يريد أخذ صورة تذكارية. لن تقف شهرة رونالدو التركي عند هذا الحد، ويبقى أمله وطموحه أن يلتقي برونالدو في برنامج تلفزيوني أو فيلم قصير. ماجد درويش، BN سبورتس، أضنا، تركيا.